السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت قبل كده ان المصريين القدماء هم اول ناس كان عندهم جهاز سونار في التاريخ؟ اكيد ما تعرفش. تعال معايا عشان تعرف. انا محمد عاشور، حكاوي مؤرخ، ونتقابل بعد الانترو. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. بص يا صديقي، الحكايه دي كده معايا، بالرغم من التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها دي حاليا، الا ان احنا بنوقف عاجزين في بعض الاوقات قصاد عبقريه المصري القديم. فاحنا دلوقتي لو معانا واحده حامل وعايزين نعرف اذا كانت هي حامل في ولد او بنت، اكيد لازم هنروح للدكتور عشان يكشف عليها بجهاز السونار، والكلام ده لازم يكون بعد الاسبوع ال18 من الحمل، يعني في اواخر الشهر الرابع. طب عمرك سألت نفسك سؤال، المصريين القدماء دول كانوا بيعرفوا ازاي نوع الجنين؟ تعال انا هقول لك. كان جدودنا المصريين القدماء بياخدوا شوية بول من المرأة اللي هم شاكين فيها اذا كانت هي حامل او لا، وبعد كده يجيبوا شوية حبات من القمح وشوية حبات من الشعير، يعني بالظبط 50 حباية من القمح و50 حباية من الشعير، وفي الحقيقة احنا ما نعرفش ليه هم اختاروا العدد 50 ده بالذات. وبعدين ياخدوا عدد الحبات ده ويحطوه في تربة، وبعدين يحطوا عليه البول بتاع المرأة الحامل، ويسيبوهم يومين 3 كده لغاية ما يبدأوا يخضروا، ويفضلوا هم متابعينهم. ولو القمح خضر الأول يبقى هي كده حامل في ولد، ولو الشعير خضر الأول يبقى هي كده حامل في بنت. عارفك هتسألني سؤال وتقول لي طب لو الاتنين مخضروش؟ هقول لك يا أذكى اخواتك يبقى كده الحمل كاذب. طب لو خضروا الاتنين مع بعض يبقى هي كده حامل في توأم، وألف مبروك ويتربوا في عزك. عارفك هتسألني سؤال وتقول لي طب هم اشمعنى كانوا بياخدوا البول بالذات؟ هقول لك عشان البول ده هو اللي بيكون فيه الهرمونات اللي بتوضح اذا كانت المرأة دي حامل ولا مش حامل. هتقول لي وفين الانجاز في كده؟ هو انا هفضل اجرف في نفسي في بول وقمح وشعير؟ طيب ما اعمل سونار واخلص. هقول لك يا حبيب قلبي، السونار ده ما ينفعش يتعمل غير بعد الاسبوع ال18 من الحمل. لكن المصريين القدماء بقى كانوا بيعرفوا بالقمح والبول والشعير نوع الجنين في الاسابيع الاولى من الحمل. شفت الفرق بقى يا خفيف؟ هتقول لي طب وانا ايه خليني اصدق الكلام ده؟ هقول لك بسيطة يا باشا. هقول لك ان المصريين القدماء كتبوا لنا الكلام ده كله في بردية سنة 135 قبل الميلاد، واسمها بردية برلين، والبردية دي هي رقم 3038 المحفوظة في متحف برلين في ألمانيا. هتقول لي طيب والكلام ده اتجرب قبل كده؟ هقول لك ايوه اتجرب. لما جه عالم من علماء النبات الألماني كان اسمه مانيجر، عمل التجربة دي ونجحت فعلا. وبس كده انت عرفت. ولو انت عايز تعرف اكتر عن موضوع الفيديو بتاع النهاردة تقدر تقرأ كتاب مصر الحضارة والانتصار للحياة للكاتب طلعت رضوان صفحة 35. وكمان تقدر تقرأ كتاب الطب المصري القديم للدكتور نجيب رياض من صفحة 120 لصفحة 135. وكمان تقدر تقرأ كتاب الطب الشعبي في حضرموت دراسة تاريخية وثائقية للكاتب صبري هادي عبد الله عفيف من صفحة 14 لصفحة 26. وبس كده، سلام.